السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفكارك الحلوة الجميلة من بيتك بأسهل الطرق. هنحط بصلاية في قعر الحلة، ونحط طماطماية، والبقدونس اللي احنا كنا بنرميه الأول ما بنقطعه هنفرشه كده يبقى فرشة كده حلوة للمحشي ويدي طعم جميل للمحشي. بصوا الخلطة الجميلة بتاعتنا، البصل والطماطم متسبكة نص تسبيكة، والفلفل بهارات حبهان، فصين توم، زعتر، كل الحاجات ده حبة شطة صغيرين، ومعاهم هيدوا طعم وهيفرق معانا كمان. دي انا نسيت ان انا احطها بس اهو، لكن كل الحاجة محطوطة معانا بسيطة عشان الأطفال يعرفوا ياكلوا برضو ما يقولوش حامي. كمان في قرن فلفل لما بتضيفيه عليه بيدي ريحة وطعم جميل كده اهو. الله الله على خلطة المحشي بتاعتك يا ماما ويا تيتا، سهلة وبسيطة وكلها ني في ني وما شاء الله عليها تفرح القلب. احاول كده بس ايه ان انا احشي معاكم كم واحدة واقول لكم ازاي بيتحشي من قلب بيتك كده اهو. يا بنوتة يا جميلة يا صغننة، بسم الله ما شاء الله. وما نملهاش كده اهوت كلها، لا احنا بنعملها بصوا ازاي حلوة ازاي وجميلة ازاي، هي صغنونة وجميلة ومسكرة وتدينا طعم. وما تنسوش رشة السكر في الطماطم عشان تشيل حموضة الطماطم، ويا سلام لو كمان رشة القرفة، لو في جنزبيل رشة جنزبيل، الدنيا هتروح في حتة تانية خالص. كمان لو في الدهنة وسيحناها مع السمنة البلدي وحطيناها، الله الله، دي بقى ايه بتدي ريحة لأول الشارع للمحشي زي ما انتوا شايفين. انا بقى اكمل الحشو بتاعي وتعالى اقول لكم افكار تانية. والفلفل كمان قبل ما اروح للفكرة اللي بعد، الفلفل بدل ما احنا بنقطعه مثلا كده بالسكينة، لا احنا بنعمل لها ايه، بندوس عليها لتحت ونطلعها تطلع لي الفلفلايه كده اهو، واقدر ان انا احشيها برضو معاهم جميله. بعد كده نعمل ايه، ادي الطماطم وادي الحله بتاعتنا وما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. لسه عندي القرع لو خدتوا بالكم مش قادره اقطعها بصراحه جلده جامده قوي وانا مش قادره ان انا اقطعها. بصوا يعني انا عايزه اقول مش قادره من اللي هي جامده جدا على ايدي، فمستنيه بس حد ايه كده يجي يقطعها لي، ربنا يخليه كده ويسترها مع دنيا واخره. وانا واقفه انا اهو عملت بعمل في الاكل اللي هحضره معاكم. عملت ايه، الحنة اللي انا خمرتها وحطيتها على النار وفيها كل المكونات الاعشاب بتاعتي والمشاط والكركديه وكل والقرفة والقرنفل والزعتر والروزماري كل دوت، وسويته على النار معاكم على النار. ارجعوا للفيديو اللي قبليه وشوفوه. وبعدين حطيتها دلوقتي اثناء ما انا شغالة اهو، هحطها على شعري ما شاء الله. يبقى انا ايه عملت حاجة وانا واقفة، هتاخد الساعة بتاعتي او الساعتين وهخش اخد الشاور بتاعي ما شاء الله كده، واحط عليها كيسة او البونيه بتاعي اللي موجود عندك ومتاح. انا عايزاكي تكمريها كده، تاخد كل فوائد الاعشاب اللي احنا عملناها وعجناها من التنر الجميل اللي انتوا شايفينه اهو، قشر الرمان والبنجر والمعلقه نوى البلح والروزماري والزعتر وحبة البركة وكل الاعشاب والبصلة
متهيألي حطينا مش بصلة وفصين توم. المهم غليت ومعلقتين الرز وغليتهم مع بعض وصفيت احلى تصفية لاحلى تونر من بيتك مع بذور الكتان اللي هي لوحدها جبارة. يعني انا عجناها ديت من التونر دوت من بذور الكتان والاعشاب اللي عندي، المرمرية اللي هتزيل الشعر الابيض، القرفة القرنفل بيزيل الشعر الابيض تدريجيا. فانا كل اسبوع بعمل الحنة واكتب عليها عشان ما تتلخبطش معايا في مع الحاجات بتاعتي، واقفل عليها كده اهوت وابقى كاتبه عليها حنه بقشور البرتقال بكل الاعشاب الحلوه، ببذور الجرجير وزيت الجرجير وزيت معلقتين عشان فيها الستر ما بينشفش. انا حاطه عليهم معلقه زيت لوز حلو وزيت لوز مر ومعلقه زيت زيتون. وبذور الكتان اصلا تنعيم لوحده كولاجين لوحده. فدي كده افكار حلوه من بيتك. كمان واحنا واقفين وخلصنا مطبخنا هنعمل كده ونرش الحاجات اللي انا قلت لكم عليها من معلقه الكربونات وملح الليمون والدينيكار. ده هايل جدا في ازاله الدهون وحتى بصوا لو عملنا بيه كده اهو كده كده بصوا كده ويلمع الاستانلس زي ما انتوا شايفين كده حاجه. بصوا وكوبايه الصابون السائل يا ما شاء الله تلميع بقى رهيب. بصوا من غير ما ادعك من غير ما اعمل اي حاجه. بصوا يعني انا عايزه بس ايه اعملها عشان بصوا ما دعكتش، انا بس بعمل كده اهو اهي مطبخك اهو. طلعنا كده اهو كده اهو وخلصنا مطبخنا ونضفناه. يبقى احنا كده طلعنا من مطبخنا زي الفل من اقوى منظف عندي. صدقوني انا رجعت ان انا اقول لكم عليه تاني عشان فعلا بصوا البوتاجاز وبصوا الدنيا وبصوا حلاوته. بصوا كده بصوا تنظيف رهيب ما شاء الله من قلب بيتك. مجرد بس اهو انا بعمل اهو بس كده بايدي واحده واخلص مطبخي اطلع منه زي الفل وحاجتي موجوده. وتاني يوم الاقي كل حاجه زي القشطه معايا من الصابون اللي احنا عملناه مع بعض، اللي هو من الخل وكوبايه الكلور وكوبايه الخل والملح الليمون والدينيكار والفانش. اقوى منظف للستانلس والسيراميك من قلب بيتك. بصوا مجرد بس انا كبيت الميه، انا ما دعكتش ولا عملت حاجه، بس انا بوريكم ان دوت حاجه نظيفه كده اهو ولا دعيك ولا اي حاجه يا ما شاء الله. في فكرة كمان تاني انا هكمل في فكرة كمان تاني معايا. زيت شعرك مليان زيوت هنعمل ايه؟ الزيوت هناخد نص كوباية لبن معلقة النشا ونقلبها على النار عشان اعمل احلى كريم لازالة الزيوت اللي في شعري. وبعد ما تخلص يا دوبك تبقى كده زي الكريمه اروح واخداها وحط عليها معلقه زيت لوز حلو وزيت لوز مر ومعلقه جوز هند وقلبيهم وحطيهم على شعرك شويه كده وشيلي كل ده واغسليه وهيزيل كل الزيوت اللي في شعرك، اللي هو هيبقى عامل زي ما يكون ملزق شعرك ملزق من كتر الزيوت من كتر الكريمات. فالنشا هتزيل كل الزيوت. يا رب لو عجبكم الفيديو شيروه قلب حلو زي قلبكم هيوصل لكم مني كل جديد مع سحر وصفات ماما. الجديد دايما عندي. يا رب تكون فدتكم، فلو فدتكم شيروه قلب حلو زي قلبكم يوصل لكم مني كل جديد مع سحر وصفات ماما. الجديد دايما عندي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.